زمان كانوا يقولولك اسأل مجرب وما تسألش طبيب. دلوقتي بقى بقينا نسأل المشهور وما نرجعش لحد من أهل العلم. ليه بقى؟ عشان عنده متابعين يعني؟ ولا عشان عنده عقل؟ ليه بقينا بنسمع للجاهل ونسكت على الباطل ونضحك للغلط ونسكت عن الصح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. احنا بقى بقينا في الزمن ده، زمن الرويبضة، زمن اللي يرقصوا بيتبعت لهم بالآلاف، واللي بينصح بقى بيتقال عليه للأسف وأنا أسفة متخلف، واللي بيتكلم عن ربنا بيتقال عليها مأجورة، واللي بتبجح بالمعصية وبتفتخر بيها كمان بيتقال عليها حرة. وبقينا بنشوف الباطل وبنسقف له كمان، ونشوف الحق ونقول بيحكموا علينا ليه. اتقلبت كل الموازين، بقيت أخاف أقول كلمة حق عشان محدش يزعل، وبقيت أضطر أضحك على نكتة فاسدة عشان الناس ما تقولش عني إن أنا تقيلة ودمي تقيل. بس لحد إمتى؟ لحد ما بقينا نضحك في جنازة القيم ونزغرت في فرح الضياع. في زمن الرويبضة مفيش مكان للثابتين أبدا إلا لو كانوا على وعي. مفيش أي حد بيتكلم يتسمع، ولا مفيش أي حد بيصرح يصدق. اوعى تمشي ورا الصوت العالي، لأن الحق ساعات بيكون صوته هادي لكن ثابت وراسخ وعمره ما بيتغير. ما تبقاش مع اللي بيتفرجوا على الباطل وتقول أنا مالي، لأن انت مش متفرج، انت جزء من الصورة. وفي زمن الرويبضة أكتر ناس لازم يرفعوا صوتهم هم أهل العقل والحق والإيمان. خليك ثابت، خليك واعي، خليك صوت في وسط الزحمة يقول لأ، ده غلط،